لو تاجر بسعر وسعر وسعر، لكن المهندس معاه شغل اكتر فبيتعامل مع مورد فبيجيب الماتيريال اللي هو محتاجها بسعر اقل. صحيح. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه خلينا نحط دي بين قوسين عشان نبقى فاهمين ازاي بنرشد الانفاق في توضيب الشقه بتاعتي او توضيب بيتي. يعني دي من ضمن البنود اللي احنا بنقول عليها النهارده، ان احنا نقدر نوفر الانفاق او نرشد الانفاق شويه في توضيب البيت، على حين ان الناس كلها عارفه ان الموضوع ده تكلفه باهظه جدا. يعني هو في الاول انت بتشوف انت محتاج ايه وبتبتدي تعمل زي جدوى كده بسيطه، انا هشتري ايه هنجيب ايه، وطبعا دي بتبقى للمهندس اكتر، هو عارف هو بيستخدم الماتيريال ايه. يعني مثلا انا عارف الماتيريال اللي ينفع احطها بره لاندسكيب او حاجه خارجيه تتفاعل مع العوامل الخارجيه والشمس والاتربه، وفي خامات ينفع ان انا احطها جوه، في خامات كمان ينفع ان انا لو حطيت عليها مسحوق عشان امسحها